السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. صلوا على النبي قبل اي حاجة. شايفين طبعا القمر، شايفين عظمة. معانا النهاردة بقى تخليل الليمون. تخليل الليمون ايه بقى؟ مش يقعد فترة، لا، تخليل الليمون وتكليف ساعتها. حاجة جمدان قوي. هنا الليمون بعد ما اتغسل، غسلناه كويس. يا ماما غسلته كويس. الطبق اهو. الليمون ده كده حاجة قمر بجد والله، طعمه تحفة جدا ويتاكل في ساعتها. مسكت بقى الليمونه كده وبدات تفتحها، ما تقسمهاش، تفتحها تبقى بالشكل ده، بالنص حته وبعدين بالطول، علشان ده اللي هنحشيه. هنحط الحشو في المكان ده. هيك كده بتعمل كل الكميه. ماما بصراحه في المخللات مفيش منها، بتعمل مخللات قمر. نرجع نشتكي بالاملاح. نعمل مخللات من هنا ونرجع نشتكي بالاملاح من هنا. هنا هو بعد ما عملت تعمل بقى كله. بس قمر والله العظيم، قمر بجد. الإضاءة ظلمة والله. هنا بقى كانت جاية تسلق، كنا مولعين على مية تغلي. بعد ما غلت بنحطه بقى فيها. وما نسيبش الليمون في المية المغلية يتهرى، هو بس يا دوبك تغلي بيه غلوة علشان ينزل مرارته، علشان الليمون ينزل مرارته في المية، يعني يا دوبك كده غلوة ونقوم شايلينه عشان ما يتهريش مننا، ما يتهريش مننا. يعني مش عايزين نوصله لحتة السلق ده ابدا، لا، هو بس عشان ينزل مرارته. هنا بقى كنا بنعمل اللي هي التتبيله بتاعته، اللي هي الخلطه بقى القمر. جبنا فلفل رومي، احمر، فلفل احمر، وحطينا ميه عليها وهنضربها في الكبه. كده جبنا قرنين فلفل رومي الوان، الوان يبقى احمر، وحطيناه مع كوبايه ميه، واضرب اضرب اضرب بقى في الكبه، علشان ده الصوص اللي هنكمل عليه. كده ده اللي هنكمل عليه ونحط عليه باقي الحاجات. ده احنا حطينا بطرمان هرس بشطه. هنا بقى بعد ما فرمناه. ما هي اساس التخليل الليمون السريع ده، هو اساسه الفلفل الاحمر. صح. بص هنا كان برطمان الا ربع كده. فانا حطيناه كله. ممكن تحطش نص، بس احنا بنحب الحاجه حاره. حطينا والليمون بقى نص كوبايه ليمون معصور كده، كوبايه الا ربع مثلا. والزيت ربع كوبايه زيت، وجزر بقى مبشور. ما شاء الله بصراحة ربنا كلنا منه في نفس اليوم، تحفة تحفة هو تحفة. بصراحة كان جميل قوي. هنا بقى بعد ما حطينا عريسة الشطة حطينا الجزر المبشور. نص الجزر ما يتحطش كله، عشان النص التاني هيتحط بعد ما نخلص، نصه بس. هنا بنحط معلقة ملح. لا مش معلقتين. معلقة يا مريم. هنا هنا ده كان كيلو وربع ليمون، فالكيلو ليمون بياخد له 6 معالق كبار. فاحنا انا عشان كيلو وربع حطيت بتاع 9 معالق. بوشكاش بيضحي. او يعني حطوا 8 معالق، اصل حسب في ملح، حسب الملح. حطوا 8 معالق كبار، هيبقى تمام، او هيبقى ملحه تمام. هنا بقى نص كوباية الليمون. مشلتوش البذر اللي من الليمون. عادي عادي، ما هو الليمون متخلل فيه بذر اصلا. وهنا بقى الزيت. هي دي التتبيلة بقى. والعصفر وحبة البركة من العطار، جايبين دول من انا العطار. جايبه ب5 جنيه عصفر على حبة البركة من العطار على بعض يعني. خلوه تمام. زيتونة. حطيتهم كلهم، حطيت هنا شوية وبعد كده رحت حطها كلهم. كده بقى نقلبهم في بعض. اللي عايز في ناس مش بتحب حبة البركة، اللي عايز يحط عصفر بس يحط، بس الاتنين جمال بصراحة. هنا هي حطت الكيس كله. هنا ما يتسلقش، هو يا دوبك. بصوا انتوا لو لاحظتوا
الميه لسه ما غليتش قوي، يا دوبك هي الميه غليت، حطيت فيها الليمون ثواني ورحت نشله من الميه، عشان انا مش عايزاه يتسلق، انا عايزاه بس ينزل نسبه المراره اللي فيه. عشان لما نيجي ناكل المخلل ما نقعدش نقول ده مرر. انت مش كلتيه في نفس اليوم؟ كلت والله كان جميل. زي ما قلت لكم عشان ما يتهري مش عارفه جاي معايا ما يتهريش ليه، ما يتهريش. هنا بقى الخلطه بس جميله ازاي. طعمها بصراحه كان تحفه قوي. حطيتها بقى في الحله هتنزل بالليمون عليها. هنا حطيت نصها وحطيت عليها الليمون، وهحط بقى هطلق النص التاني دلوقتي. وتكون النار هاديه، يعني مش نار عاليه، هو دلوقتي كده على النار، تغطوا بقى عليه والنار تكون هاديه. بس انا بوريكم ان الليمون مش مستوي. عارف ان كنت فاكره اصلا ان الليمون ده محشي من جوه. لا، عماله اقول مفتحينه عشان يتحشي. هنا بقى حطينا بقى النص التاني من الجزر اللي احنا كنا مخلينه وطفينا، شيلناه بقى من على البوتاجاز خالص. هنا بقى الفلفل الحار، اللي حابب يحط ده اختياري بقى، اللي بيحب الحاجة الفلفل يحط، اللي ما بيحبش يسيبه كده بقى خلاص. هنا بقى انا بقطع الفلفل الحامي، انا اهم حاجة عندي الفلفل ده، قطعته كده وسبته بقى معاه يبرد معاه. هنا كان برد بقى، بحطه في العلبة. تحفة تحفة تحفة. شايفين الحطه اصلا جميل أوي. بتتكلم عن نفسها. ده تاكله في نفس اليوم، بس ايه الفلفل ممكن تاني يوم بقى هيصفر لونه، بس الليمون يتاكل في نفس اليوم. شكله تحفه قوي وطعمه اجمل والله. هنا هي بقت عماله تدوس عليه كده. بصوا بس الدقة الصوص بتاعه تحفه قوي. تحفة. انا اما فضيته في الحلة عشان بس للأمانة، اما فضيته في العلبة، كان في الحلة شوية خلطة بتاعته كده بحبة ملح، فحب نص كوباية مية مغلية عملتها بيهم وحطيتها عليه، نص كوباية ورب. بصي زبدة. ده بقى بعد ما تاني يوم بعد ما تاني يوم. الفلفل اصفر. بصي تاني يوم الفلفل بقى لونه بقى جميل قوي. انت بتاكلي فيه طبعا من يومين. عمالة اقولك خفي منه شوية عشان الأملاح. بس كده الفيديو خلص. متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.